طبعا كلنا شفنا البوست طبعا بتاع كابتن عصام الحضري اللي نزله طبعا على التواصل الاجتماعي. البوست الصورة اللي هو منزلها كان شايل 4 كأس أفريقية، وكان كاتب في البوست، ودي اللي عملت ضجة كبيرة جدا طبعا على السوشيال ميديا، كلمة أنا اسمي عصام الحضري يا جعان. طب مين الجعان ده أصلا، أو مين مشهور بكلمة الجعان؟ مشهور بالجعان طبعا الكلمة دي على لاعب اسمه أحمد السيد زيزو، بيلعب في النادي الأهلي. دي الكلمة طبعا اللي دايما بترددها جمهور الزمالك لما كان بيشتم زيزو في الملعب، طبعا بعد ما رحيله على النادي الأهلي المنافس ليه. فهو دايما هو مشهور بكلمة الجعان، فالكلام كله رايح على ناحية زيزو. طبعا ده ما عجبش الأهلاوية طبعا. طب ايه اللي خلاه مثلا الموضوع يحصل ضجة كبيرة وخلى الجمهور الأهلي يكون زعلان من رد فعل سامر الحضري؟ اللي خلاه طبعا يتضايق سامر الحضري من زيزو، أحد تصريحات زيزو مع سيف زاهر في قناة أون سبورت، لما اتعرض فيديو لكابتن عصام الحضري بيقول رأيه على زيزو. بيقول هو ما يستحقش يتضم منتخب مصر، ولا بيعمل كروسات ولا اوفرات ولا الحاجات دي، انه ما عملش اي حاجه في الموسم ده. طبعا رد زيزو عليه، قال كابتن عصام الحضري هقول ايه يعني؟ رد يعني باستهزاء. ده ما عجبش كابتن عصام الحضري، وقال كمان زيزو قال مش عارف كلام اللي قاله عصام الحضري ده غرضه ايه، ان في ناس دلوقتي اي كلمه تطلع ترند او تاخد لقطه او تفضل أو يفضلوا في البرامج. اكيد طبعا عصام الحضري طبعا مش عمره يبص الحاجات دي. كابتن عصام الحضري طبعا كنا عارفين ان هو عصام الحضري افضل حارس في تاريخ مصر بالارقام، وافضل حارس في افريقيا كمان كارقام يعني. فاكيد طبعا عصام الحضري عمره ما يبص بالارقام عمره ما يبص للقطه والشو والحاجات دي يعني.